السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده بفيديو جديد. يا رب يعجبكم، واتمنى من حضرتك لو مش مشتركه في القناه عندي فضلا وليس امرا تشتركي عندي في القناه وتعملي لايك للفيديو لو عجبك. يلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. هنعمل النهارده برضو غدا برضو يعتبر اقتصادي مش مكلف قوي، يعني هنعمل مع بعض النهارده الكشري الاسكندراني. ده اكله جميله قوي واكله حلوه وجميله جدا، وتنفع برضو في الاجواء الشتويه اللي احنا فيها. هي تنفع معاك في اي وقت. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. انا بحب اعمله الكشري الاسكندراني، بحب اعمله احط فيه شعريه. فطبعا الشعريه دي اختياري، ممكن في ناس كتير قوي بيعملوها من غير شعريه، حابه تعمليها بشعريه تمام، مش حابه هتحطي شويه الزيت بتوعك وتحمري فيهم البصل تدبليه كده ياخد لون معاكي اصفر خفيف كده. حابه تعمليه بالشعريه زي هتنزلي بالشعريه الاول على معلقتين زيت، وتحسي كده بس ان هي الشعريه اتغطت كده بالزيت. تقومي بادئه نازله عليها ايه ببصلايه صغيره متقطعه مكعبات. انا طبعا البصل عندي في الفليتر فبنزل بمكعب من البصل اللي انا مفرزاه. اول بقى معاكي من الشعريه ياخد معاكي لون حلو كده والبصل معاكي برضو يدبل ويبقى حلو، هتنزلي معاكي بالرز بتاعك والعدس بتاعك يكونوا مغسولين كويس جدا. تغسلي العدس كويس جدا لحد كده ما يبقى ميته بقى تبقى معاكي بيضه كده، ميه الغسيل بتاعتك بتاعت العدس تبقى بيضه معاكي. هتنزلي كده بالعدس والرز وتفضلي تشوحي فيهم شويه كده مع البصل والشعريه، وبعد كده تنزلي عليهم. انا بنزل عليهم بميه عادي جدا من الحنفيه، مش بنزل بميه سخنه. في ناس بيحطوا عليه ميه سخنه، لا انا بحطه معاه ميه عادي خالص من الحنفيه كده. اظبط معي يا دوبك ايه الميه تبقى مغطيه الرز كده بشويه ايه صغيرين، وانزل عليه بمعلقه من الكمون وايه والملح بتاعك اظبطيه. ده يمشي معايا بالخطوات دي بالظبط كده عشان يظبط معاكي ما يعجنش منك. وهتشوفيه معايا دلوقتي مش معجن ولا اي حاجه وجميل وحلو ومفلفل. اول ما الرز يشرب الميه بتاعته او الكشري يعني يشرب الميه، هتقومي مهديه عليه النار بقى ايه يتلدم مع نفسه. هعمل جنبه هسلق جنبه بطاطس صغيره كده، كنا جايبينها مع بعض الكيلو 3 ونص، اللي هي صغيره خالص كده. غسلتها كويس وهسلقها وهسلق معاها البيض على حسب رغبتك بقى. يعني انا سلقت 4 بيضات، شوفي عايزه تسلقي كام بيضه اسلقيهم. لو مثلا مش عندك بيض كتير او انت اللهم بارك يعني عدد افراد اسرتكم كتيره، ممكن بدل ما تسلقي البيض تقليه. البيض المقلي اللهم بارك يعني بيطرح معاكي كميه، يعني بيبقى تحسيه كتير، فاهمه؟ ممكن تقليه وبعد كده تغرفي طبق الكشري بتاعك وتحطي البيض على الوش، والله بيبقى جميل قوي. انا اغلبيه الاوقات بعمله كده، بيبقى حلو معايا. يلا بينا هنعمل صلصة الكشري. صلصة الكشري عادية جدا زي صلصة اللي هي الكشري المصري. هتجيبي معلقة زيت وتحطي فيها نص معلقة كده من الثوم المفروم، او تفرمي مثلا 3 فصوص ثوم كده ولا حاجة. واول كده الثوم ما يحمر معاكي وياخد معاكي اللون اللي هو يبدأ يتحمر معاك كده، تقومي نازله عليه بالصلصه. لو تضربي طماطم وتنزلي، انا كان عندي صلصه مجهزه تحطيها، تحطي الطماطم تتسبك معاكي. بعد كده تحطي لها ربع نص كوبايه من الميه يغلي معاكي غلوتين وتقفلي عليه. طبعا البهارات هتحطي البهارات ومعلقه من الخل. انا هحط الصلصه الجاهزه بتاعي واحط عليها البهارات ومعلقه الخل. اول بس ما تبدا تغلي معايا اقوم نازله عليها بنص كوبايه من الميه، هتغلي واقوم طفي عليها وكده الصلصه بتاعتي جاهزه. يلا بينا بقى نبدأ نحمر مع بعض البطاطس. طبعا البطاطس استوت وبقت حلوة، هقشرها. حابة تحمريها زي ما هي سليمة تمام، حابة تجيبي السكينة وتقطعيها اللي هي اسمها ايه، شرايح كده، اللي هي تقطعيها كده بالسكينة كده. لو انت مش حباه او تقسميها على نصين ماشي. انا والله حمرت جزء كده وجبت جزء تاني برضو قطعته. حابة برضو تدحرجي البيت تحمريه برضو حمريه. انا حمرت بيضتين وبيضتين سبتهم من غير تحمير، عشان ايه في اللي بيحب محمر وفي اللي بيحب من غير ايه ما يكون محمر البيض. نقلي البطاطس بتاعتنا. تقدري بقى تقدمي جنبيها بقى تقلي بتنجان وفلفل وتقدميه. عندك مخلل برضه تقدري تضيفيه تحطيه لو عامله برضه بتنجان مخلل، يا سلام بقى بيخلي الاكل جميل. آه، شوفي حابه تضيفي جنب الاكل ايه بقى، لو جايبه خضار بقى ولا حاجه ممكن برضه تغسليه كويس وتحطيه وتقدميه جنبهم. برضه شوفي بقى التقديم ده بتاعتك انت. زي ما قلت لك برضو تقدري برضو مكان البيت هتقليه وتحطيه على وش ايه طبق الكشري وكده بتاعك. اكله جميله وحلوه وسريعه وبسيطه ومش بتاخد وقت معاكي وتكلفتها قليله جدا يعني. لو في يوم مثلا مش عايزه تعملي فيه لحوم او اي حاجه، عايزه اكله تكون مثلا اقتصاديه برضو ومش مكلفه جامد وما فيهاش لحوم، فالاكله دي جميله وحلوه وبرضو يعني فيها بروتين برضو. فشوفي يعني بسيطة جميلة وحلوة تقضي بها اليوم. البتنجان انا بحط عليه رشة من الملح
باسيبه شوية كده قبل ما آجي أقليه بقى، باقوم مبطّناه كده معفّراه كده بالدقيق كده حاجة بسيطة كده، مش باحط له دقيق كتير، وأنفّض كده برضه البتنجانية برضه قبل ما أحطها في الزيت من الدقيق، وأحمّرها في الزيت بتخلّي يعني بتخلّي البتنجان ما يشربش زيت معاكِ. أنا على طول باقلي البتنجان في الair fryer، بس أنا بصراحة يا بنات مش باكل البتنجان المقلي، فجوزي بس هو اللي بياكله، فهو حَب إن هو إن أنا أعمله له في الزيت المرّة دي، مش حابّه في الair fryer، فأنا قليته في الزيت، عشان كده حمّلته بالدقيق وال والملح هنا وكده عشان ما يشربش زيت. أمّا لمّا باحطه في الair fryer مش باحط له أي حاجة خالص، هو معلقة الزيت وأحطه في الair fryer بيطلع معايا جميل وجاهز. زي ما قُلت لكم امشي بالخطوات بتاعتي بالضبط، هيطلع معاكِ الرز بتاعِك حلو ومش معجّن منِّك ولا أي حاجة، وجميل خالص، وعاملينه برضه من غير مَيّة سخنة ومن غير أي حاجة. المهم لو وصلتِ معايا لحد هنا ولسه ما اشتركتيش عندي في القناة، أتمنى منِّك تشتركي عندي في القناة وتاخدي جولة فيها، هتلاقي فيها أفكار حلوة وأكلات جميلة وميزانيات وأسعار وأكلات كتيرة حلوة وأكلات اقتصادية، وأتمنى منِّك تعملي لايك للفيديو، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.